خلي بالك ان المعارك النفسية اللي جواك، الكلام الكتير، الحاجات المتلخبطة اللي جواك، كل الحاجات اللي بتدور في عقلك بتدور في قلبك، والحاجات اللي مش مسموعة، الحاجات اللي تعباك، احب اقولك ان كل الكلام ده ربك سمعها، وحاجات دي مسموعة عند ربك. ومن قبلك حصل الكلام ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بص للسما لكن ما قالش ولا كلمة، لكن ربنا كان سامعه حتى من غير ما يتكلم ولا يقول اي كلمة. ربنا عالم اللي جواه. عشان كده قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عشان كده ليلة النصف من شعبان هي ليلة تحويل القبلة، هي ليلة الصفاء، ليلة صفاء القلوب، صفاء النوايا. ربنا بينظر فيها لقلوب عباده، بيشوف هل القلوب دي صافية ولا فيها ايه. يا ترى انت قلبك اي نوع فيهم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما ربنا وضح له فيها المنافقين من المسلمين من المؤمنين الحق، وضح له فيها مين معاه ومين عليه. لكن هتلاقي خطة ربانية محكمة هتوضح لك فيها وتحل لك كل اللي حصل، هتوضح لك فيها السبب اللي ربنا بعد عنك فيها، كل الحاجات اللي انت كان قلبك متعلق بيها، كل تساؤل وكل حاجة بتيجي في عقلك ربنا هيحلها لك في الوقت اللي هو يختاره، الوقت اللي هو وحده بس محدده. وهيوضح لك هو بعد عنك الناس دي ليه، عشان يبين لك معادن الناس، ويبين لك مين المنافق ومين اللي بيقف جنبك ومين اللي ضدك ومين اللي عليك ومين بتاع مصلحته. كل ده ربنا بيبينه لك في وقته، الوقت اللي هو حدده بإرادته هو.